يا سلام، وانتي بقى ما بوظتي شعرك احساسك بالذنب اختفى؟ حسيتي انك هديتي فجأة؟ اقفلي اقفلي اقفلي. اللي قريته في علم النفس ان اذيه النفس ليها اشكال كتير، ممكن قوي ابهدل شكلي، ابوظ شعري، او ادخل علاقات ما ينفعش ادخلها اصلا، وان في ناس بتخاف جدا انها تتساب، وفي نفس الوقت ما بيستحملوش يفضلوا في علاقه لمده طويله من غير سسبنس، وده علشان بيملوا بسرعه. اساس علاقاتهم الناس التوكسيك اللي تلففهم حوالين نفسهم. وعرفت ان دي حاجه اسمها اضطراب الشخصيه الحديه. علم النفس قال عنه انه من اصعب الاضطرابات الشخصيه، لانه واخد من كل حاجه حاجه، يعني بيحس بالقلق، بالاكتئاب، بالوسواس، والشخصيه دي مش رحمه نفسها، لوم وتأنيب ضمير حتى لو مش هي سبب في المشكله اصلا، ودايما بيطلعوا نفسهم من مصيبه يدخلوا نفسهم في مصيبه اكبر. المشكله انهم بيعاقبوا نفسهم بشكل مؤذي جدا لو غلطوا في حق حد قريب منهم او غلطوا في حق نفسهم، والاذيه دي ممكن توصل بيهم للانتحار. بس في نفس الوقت الناس دي مميزه وكرييتيف جدا لو عملوا الحاجه اللي بيحبوها، وبيكونوا واثقين من نفسهم جدا قدام الناس، لكن بينهم وبين نفسهم بيكون شخصيه ضعيفه ومهزوزه. الناس دي محتاجين علاقه امان تحسسهم ان هم مطمنين وتشجعهم وانهم يستاهلوا يتحبوا وكويسين. فلو انت حاسس ان انت الشخص ده وما لقيتش العلاقه دي، فحاول تروح لمختص يساعدك، وحط نفسك اهم اولوياتك وقول يلا نفسي.